قام الظاهرة ورجل المباراة جيرارد مارتين بإرسال حمدون إلى النوم، وذلك بعدما قلب الطاولة على مدينة الوليد من تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين. وبهذا الانتصار وسع برشلونة الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 7 نقاط. بعد فوز جيرارد مارتين برجل المباراة تيقنت أن رونالدو كان صادق عندما قال أن كرة القدم فقدت مصداقيتها. يبدو أن المخرج أخطأ في رجل المباراة مثل خطئه في البطاقة الصفراء الثانية لأراوخو. وقد صرح ألفارو روبيو مدرب بلد الوليد: من أراد اللقب فليحسمه بنفسه، هناك لاعبون لا يستحقون اللعب لبرشلونة. تير شتيغن الحارس الوحيد الذي يؤمن بأن الشباك وجدت لتهز لا لتحمى. مع برشلونة فليك بلد الوليد استقبل 9 أهداف ضد برشلونة. ريال مدريد استقبل 12 هدف ضد برشلونة. مشكلة ريال مدريد أنه جاء في زمن بلد الوليد. تير شتيغن فعل المستحيل من أجل إيقاف برشلونة فليك عن تحقيق الانتصارات.